في إطار تخليد الشعب المغربي بذكرى عيد الاستقلال المجيد. تم إعطاء الانطلاقات تشغيل المركز الصحي القروي المستوى الأول مع مستعجلات القرب بجماعة تاغونيت. الهدف من هذا المشروع هو تجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وتم البناء ديالو والتجهيز ديالو في إطار صندوق الاف دي ار، والتشغيل ديالو بالموارد البشرية في إطار اتفاقية شراكة اللي كان الهدف منها هو تزويد وتدبير المؤسسات الصحية بالموارد البشرية. وتم تزويد هذا المركز الصحي بطبيب وممرضتين. كذلك تم تسليم سيارتي الإسعاف لجماعة تنسيف ومندوبية الصحة لزاغورا، والهدف هو كذلك تجويد الخدمات الصحية في إطار المحور ديال صحة الأم والطفل. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم البكري عبد اللطيف، رئيس مصلحة الاستغلال والصيانة بالمكتب الوطني للكهرباء والمصالح الشرب قطاع الماء بزاغورا. اليوم تمت زيارة محطة المعالجة للمياه العادمة لمدينة أكدس اللي الآن في طور الأشغال. نسبة تقدم الأشهار وصلت لبلغت 95%. هذا لاستيب هذه ما يعرف بلاستيب، فهي توصل سميتو من نوع لاكيناج ايغي، غتمكن من معالجة تقريبا يوميا واحد 700 متر مكعب في اليوم الى 1083 في المدى البعيد. اذا هذه المحطة هي الاهداف ديالها هو تحسين ظروف عيش الساكنة، وايضا معالجة المياه العادمة، ايضا حماية البيئة من التلوث، وحماية المواد المائية السطحية والباطنية من التلوث، أيضا تفادي المشاكل الصحية. كما تعلمون بالنسبة للمدن التي لا تتوفر على نظام تطهير السائل فهي تعاني مشاكل صحية. بالنسبة لأكدس هذا من الأهداف ديال هذا المشروع ديال تطهير السائل بمدينة أكدس، وتقريبا الشروع في هذا المشروع غيتم في بداية سنة 2023 إن شاء الله. Pour les garanties de traitement de la station d'épuration des eaux usées de centre d'Agdez, on peut réutiliser les eaux épurées dans l'arrosage des espaces verts de la station d'épuration ainsi que les zones proches de la station. Le projet fait partie du plan national d'assainissement lancé par Sa Majesté en 2006. Le projet consiste en la réalisation de la station d'épuration du centre d'Agdez ainsi qu'une station d'arrosage des espaces verts et avec un lit de séchage d'éboues. La capacité de la station est de 1089 mètres cubes par jour, qui sert par la suite à arroser les espaces verts de la station ainsi que les zones proches.